نهاية البحيرة دي سد يأجوج ومأجوج، وعلى بعد 16 ساعة من هنا يأجوج ومأجوج وردم ذو القرنين، وهم قوم عراض الوجوه صغار العيون من كل حدب ينسلون. أما دلوقتي فاحنا هننطلق في رحلة داخل بحيرة الإيسيكول أو العين الحمئة، ونشوف هل هي دي فعلا اللي في نهايتها هيبقى موجود سد ذو القرنين المحبوس خلفه يأجوج ومأجوج. أصدقائي احنا جايين هنا في كيرغيزستان علشان نصور الحلقة دي، وعلى بعد 16 ساعة من هنا هتلاقوا سد يأجوج ومأجوج. فما تنسوش توصلوا الفيديو ده ل50,000 لايك. خلاص هو قال لكم الكريستاني. في القرآن الكريم ربنا اتكلم عن شخصية ذو القرنين، وأن الله آتاه من كل شيء سببا فأتبع سببا. لكن من ضمن القصص اللي ربنا سردها عن ذو القرنين في القرآن الكريم قصته مع أصحاب السد، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. لكن ذو القرنين قال لهم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. تخيلوا أن هم دول الصدفين الموجود ما بينهم يأجوج ومأجوج. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. يعني انتم متخيلين هو عمل حاجة شبه الصخرة الموجودة قدامكم دي، عبارة عن ايه؟ طبقات من النحاس وطبقات من الحديد، طبقات من النحاس طبقات من الحديد، وولعهم نار لغاية لما اندمجوا مع بعض. فيأجوج ومأجوج ما عرفوش ان هم يثقبوهم او يطلعوا من فوقيهم ويدخلوا للناس دول ويأذوهم تاني. رحلة البحث عن سد يأجوج ومأجوج مستمرة منذ قرون، وفي عهد الخليفة الواثق بالله أرسل واحد اسمه سلام الترجمان. سلام الترجمان ده انطلق في رحلة لمدة شهرين ومعاه 50 جندي علشان يوصلوا إلى سد يأجوج ومأجوج. بس ايه اللي خلاه ينطلق في الرحلة دي اصلا؟ في يوم من الايام حلم الخليفة الواثق بالله ان سد يأجوج ومأجوج خلاص اتفتح وخرج يأجوج ومأجوج على الناس، ولما استيقظ امر سلام الترجمان و50 جندي انهم ينطلقوا في رحلة علشان يكتشفوا هل فعلا يأجوج ومأجوج خرجوا ولا لسه السد زي ما هو. كمان سبحان الله لو بصينا على بحيرة إيسيكول من الفضاء هنلاقي ان البحيرة هي العين، واحنا نازلين اهو من الكرة الارضية على البحيرة هتلاقوا ان الجبال من الاتجاه الامامي كانها رموش، وبعد كده البحيره هي العين، وبعد كده الجبال من الاتجاه الخلفي هي الرموش. فالمنظر من الفضاء سبحان الله وكانها عين. وبكده احنا خلصنا الرحله بتاعتنا داخل بحيره إيسيكول، وهننطلق في الجبال علشان نكمل لكم رحله سلام الترجمان ووصوله لسد يأجوج ومأجوج. وبالفعل انطلق سلام الترجمان ومع ال50 رجل اللي عينهم الخليفة الواثق بالله علشان يساعدوه في الرحلة، وال200 بغلة اللي معاهم الحمولة اللي هتساعدهم أثناء رحلتهم. وكل ما يمروا على بلد يوروهم الوثيقة من الخليفة الواثق بالله فيمروا إلى أن وصلوا إلى بلاد قريبة من الردم اللي عمله ذو القرنين. واثناء رحله سلام الترجمان مروا على مدينه فيها خراب وريحه نتنه شديده جدا، فسالوا اهل المكان ايه سبب الخراب ده؟ قالوا لهم ان ده بسبب وجود يأجوج ومأجوج قبل ما ذو القرنين يقفل عليهم الردم. زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا منطلقين ونازلين بالخيل في اتجاه البحيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هندخل جوه البحيرة. شايفين؟ أنا طبعا ما بعرفش أسوق خيل أو أركب خيل يعني، بس التجربة ممتعة. بسم الله. واحنا دلوقتي موجودين في دولة كيرغيزستان، وعلى بعد 16 ساعة من المكان اللي أنا موجود فيه حاليا يوجد ردم ذو القرنين. وبما إننا قلنا إن ده ردم ذو القرنين، فليه انا بقول ردم ومش بقول سد؟ تعالوا ما اقول لكم. تخيلوا معايا دلوقتي ان هم دول الصدفين وقت سيدنا ذو القرنين، وان هو مثلا لو اعتبرنا ان هو سد وهيعمل ما بينهم سد وحط دي كده مثلا ما بينهم، فالمفروض ايه؟ ان هم يقدروا من المنطقه اللي هنا دي يتسلقوا سواء الصخره دي او الصخره دي او حتى السد اللي هو عمله ويطلعوا فوقيه ويعدوا للناس.
لكن اللفظة القرآنية كانت تعبير مختلف تماما، قال ردم وليس سد. وسبحان الله واحنا موجودين في المنطقة دي لقينا حاجة تشبه الوصف القرآني للسد او للردم اللي عمله ذو القرنين، وهو عبارة عن طبقات من الحديد ومن النحاس متسيحة ومحطوط عليها القطر يعني. فسبحان الله مشهد حلو. بس تعالوا اقول لكم معنى الردم ايه هو بقى. لكن تعالوا نشوف المعنى ده، وهو ان هنا دول الصدفين اللي كان بيخرج ما بينهم يأجوج ومأجوج ليفسدوا في الارض، لكن جاء ذو القرنين ووضع الردم عليهم، فكأنهم كانوا بيخرجوا من فتحة، والردم الخاص بذو القرنين اغلق هذه الفتحة، فما عادش عندهم اي وسيلة يخرجوا بيها علشان يأذوا الناس. وبعد كده هيكمل ذو القرنين ويقول للناس هناك، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يعني هينهد وهيخرجوا، وكان وعد ربي حقا. ونرجع لقصة سلام الترجمان، انه قال ان مكتوب على السد نفس الآية دي، وبعد كده وكان وعد ربي حقا، يعني هيجي يوم وهيخرج يأجوج ومأجوج. لكن لما وصل سلام الترجمان للسد وجد ان في زي شرخ بسيط كده موجود في احد الابواب الموجوده على السد. قال ان باب السد فيه قفل عباره عن 3 متر يمكن اكبر، وقال ان فيه عباره عن حصون كمان حوالين السد، وفي جنود بيجوا بمطرقه يخبطوا على السد علشان يبينوا ليأجوج ومأجوج انهم موجودين وان في حراس للسبت. وطبعا من الامور العجيبه انه سالوا الحراس اللي كانوا موجودين ومعاهم المرزبه اللي بيخبطوا بيها على السد او على الردم، فقال لهم ان هو ممكن ياخد جزء من هذا اللي هو الردم، وبالفعل اخرج السكين وحصل على جزء من ردم ذو القرنين ورجع بيه للخليفة الواثق بالله بعد 2 من الرحلة. وخلونا نكمل الحكاية. سلام الترجمان انطلق من عند الخليفة الواثق بالله وهم 50 رجل و200 بغلة، لكن بعد ما جاب القطعة من ردم ذو القرنين رجعوا بعد كده. لكن خلال الرحلة دي مات من ال50 رجل ناس كتير، تقريبا اللي رجع معاه 12 رجل بس. كمان عدد البغال بعد ما كانوا 200 بغلة أثناء الرحلة وأثناء رجوعهم رجع معاه 23 بغلة بس، وكانت رحلة مدتها 2 وصل فيها لردم ذو القرنين. لكن من الأمور العجيبة إن هنا سلام الترجمان قال إن الناس اللي كانوا موجودين عند سد يأجوج ومأجوج كانوا مسلمين، وإحنا موجودين دلوقتي في نفس كرغيزستان والناس هنا 85% منهم مسلمين، يعني ده دليل إن كلام سلام الترجمان صحيح. تعالوا نسمعه وهو بيقرأ الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوف يا جماعة سبحان الله، في أقاصي الأرض يعني بعيد عن مكة بتقريبا 12 ساعة طيران، والإسلام وصل للمكان ده، وده يدل إن الإسلام دين عزيز سواء بينا أو من غيرنا هينتشر. وزي ما انتم شايفين هنا طبعا احنا يا جماعه بنوصف الشكل، لكن الناس دول مسلمين وعلى العين وعلى الراس، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان وجوههم كالمجان المطرقه. يعني ايه؟ يعني زي ما انتم شايفين عيون صغيره ووجوه مسطحه الى حد ما زي ما انتم شايفين. فسبحان الله هم قوم عراض الوجوه صغار العيون من كل حدب ينسلون. والله أعلم هل هم دول الترك اللي تركوا من وراء السد فكان شبههم شبه يأجوج ومأجوج، ولا ده ملوش أي علاقة بالقصة ودول ناس مسلمين من الترك وفقط؟ الله أعلم في الأخير. لكن تخيلوا معايا المشهد ده، إن يأجوج ومأجوج بيجوا كل يوم للردم أو للسد ويبدأوا إن هم يحفروا فيه لغاية لما تظهر شعاع الشمس، فهيقولوا نكمل غدا ويروحوا، فيرجعوا تاني يوم يلاقوا إن الردم رجع زي ما كان، إلا في يوم هيجي واحد فيهم ويقول نكمل غدا إن شاء الله ويستثني، وهنا هيجوا تاني يوم ويلاقوا الردم زي ما هو باللي هم عملوه، فهيخرج يأجوج ومأجوج إلى البشرية. يعني تخيلوا دلوقتي إن يأجوج ومأجوج محبوسين، لكن في اليوم اللي هيقولوا فيه إن شاء الله هيبدأوا إن هم يحفروا ويبدأوا يشوفوا
شعاع الشمس ويخرجوا لكي يفسدوا الأرض. لكن كمان تعالوا نكمل، هنلاقي ان ربنا بيقول في القرآن الكريم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فكأن الفتحة نفسها هتتشال وهتتخرم، وبعد كده هيبدأوا يخرجوا ليفسدوا في الأرض، وأي حاجة يمروا عليها يفسدوها، وأي مية يمشوا من عندها يشربوها ويلحسوا الطين حتى من كثرة عطشهم. لكن تعالوا نكمل الحكاية من اتجاه آخر، وهو في اتجاه نهاية العالم. هيخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. بعد ما هيخرج يأجوج ومأجوج، التوقيت ده هيكون امتى تقريبا؟ هيكون بعد فتنة المسيح الدجال. مجرد ما هينزل سيدنا عيسى ابن مريم ويقتل المسيح الدجال، ربنا هيعلن أن هناك فتنة جديدة على وجه الأرض، وهي فتنة يأجوج ومأجوج. لكن سيدنا عيسى والمؤمنين غير مصرح ليهم أنهم يقفوا في طريق يأجوج ومأجوج، فهيهرب سيدنا عيسى والمؤمنون إلى جبل الطور ويحتموا فيه. لكن يأجوج ومأجوج هيحدثوا فتنة عظيمة. طبعا يا أصدقائي، في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ورأى رؤيا، رأى أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج مقدار الفتحة دي تقريبا، وقال ويل للعرب من شر قد اقترب. فسبحان الله أن قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة بتساعد على خلق سد أو ردم يأجوج ومأجوج مرة أخرى، إلى أن يأتي اليوم بقى اللي هيجي وهيقولوا إن شاء الله وهم بيفتحوا، وبعد كده هيخرج يأجوج ومأجوج. وبالفعل هيخرج يأجوج ومأجوج وهيسيحوا في الأرض ينسلون. يعني إيه ينسلون؟ عارفين الذئب المشية اللي هي إيه؟ مشية المسرع، بس هو ماشي ما بيجريش، فهي ماشية نسل كده يتنطط على الأرض ويوصل لأماكن بعيدة جدا. ومجرد ما يوصلوا لمياه بحيرات، يقال إنهم هيشربوا نهر دجلة والفرات وبحيرة طبرية، وإن أولهم هيشرب البحيرة قبل ما آخرهم يوصل ليها. فمجرد ما آخرهم يوصل للبحيرة هيقولوا قد كان هنا ماء، لكن هيلحسوا الطين من كثرة عطشهم. وبعد ما تنتهي الفتنة بتاعتهم اللي هي موجودة على الأرض، بعد كده هينظروا إلى السماء. يعني إيه؟ يعني هيقولوا قتلنا أهل الأرض وأهلكناهم، وبعد كده هيرموا بسهم إلى السماء، فيشاء الله إن ينزل السهم مخضب بالدماء، فيقولوا إيه؟ وقد قتلنا أهل السماء والعياذ بالله. طبعا في نقطة مهمة جدا، هل يأجوج ومأجوج موجودين على سطح الأرض ولا موجودين في جوف الأرض؟ والله أعلم في الصحيح يعني، لكن إذا كانوا موجودين على سطح الأرض ففي أقمار صناعية وفي نظام وتكنولوجيا عالية جدا تقدر تكشفهم حاليا. لكن أنا وجهة نظري إن هم موجودين في جوف الأرض، وإن ردم ذو القرنين غطى على الفتحة اللي كانوا بيخرجوا منها من جوف الأرض إلى سطح الأرض، وإنهم قوم ما بيستحملوش الشمس، لأنهم وهم بيحفروا وبيثقبوا الفتحة في الردم كل يوم بيجي وقت ما يشوفوا شعاع الشمس يوقفوا. معنى كده إن الشمس بتأثر عليهم، ولما هيقولوا إن شاء الله هتفضل الفتحة اللي هم فتحوها قبل ما يخرجوا موجودة، فلما هيجوا في اليوم التالي هيقدروا إن هم يخرجوا. بس هل يخرجوا في الشمس ولا في ضوء مش موجود فيه الشمس؟ الله أعلم. فأنتوا متخيلين مثلا إن الخيل دلوقتي عطشان أهو عمال يشرب في المية، وهكذا يأجوج ومأجوج مجرد ما يوصلوا للمنطقة دي أو لمياه قريبة من المكان اللي هيبقى فيه الردم هيبدأوا إن هم يشربوا، هيبقوا عطشانين على الآخر. لكن انتوا عارفين ان المية دي هي اللي بتكون العين الحمئة. وايه هي العين الحمئة؟ العين الحمئة اللي موجودة في سورة الكهف اللي وصل لها ذو القرنين، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وهي دي المية اللي بتكون العين الحمئة أو بحيرة الإيسيكول الموجودة هنا في كرغيزستان. لكن بعد خروج يأجوج ومأجوج والفتنة العظيمة اللي هيحدثوها، هيبدأ سيدنا عيسى والمؤمنين يشتكوا إلى الله وجود هذه الفتنة، فربنا هيبعث على يأجوج ومأجوج إيه؟ دودة هتبقى هنا
في العنق بتاعهم وهتقتلهم، وجثثهم هتبقى مترمية على الأرض لدرجة إن البهائم هتثمن من يأجوج ومأجوج. لكن برضو في نقطة مهمة جدا، احنا عارفين ان البني ادمين لو في أسرة مثلا مكونة من زوج وزوجة، في البني ادمين خلفوا طفل واحد، انتوا عارفين لو في أسرة موجودة من يأجوج ومأجوج عبارة عن زوج وزوجة هيخلفوا قد ايه؟ هيخلفوا 999. انتوا عارفين اصلا ان الرجل او الذكر من يأجوج ومأجوج ما بيموتش الا لما يبقى موجود في ذريته او موجود من نسله 999، فعددهم كبير جدا. وبعد كده ربنا هيبعث على يأجوج ومأجوج طيور تشيل جثثهم المترمية على كل مكان في الأرض وترميهم في المحيطات فتنقى الأرض. بعد كده ربنا هينزل المطر أو هينزل المطر من السماء اللي هيطهر الأرض وهيخلي فيه بركة في النباتات، لدرجة إن الرمانة الواحدة أهل البيت هيقعدوا عليها وهتكفيهم. رمانة واحدة هتكفي 10 أفراد. سبحان الله. طبعا يا جماعه من فضل الله علينا برضو كمسلمين ان في اقاصي الارض الاسلام بينتشر، والراجل كمان بيقول لي ايه، ان الناس هنا مش بس الكرغستانيين اللي هم موجودين ومسلمين، لا الجنسيات اللي بتيجي عليهم سواء من الروس كمان بداوا يدخلوا في الاسلام. فالحمد لله يا رب العالمين. واعتبروا دلوقتي ان احنا عاملين زي سلام الترجمان، زي ما هو عمل رحله الى هذه البلاد البعيده، احنا كمان جايين من مصر على بعد 9 ساعات طيران تقريبا علشان نوصل لكرغيزستان. والرحاله احمد مجدي، هل في يوم من الايام هيبقى اسمي في كتب التاريخ ان انا وصلت لاغرب الاماكن واعجب الاماكن والاماكن الخاصه بالانبياء على وجه الارض؟ الله اعلم، لكن قريبا ان شاء الله هيكون في كتاب للخيميائي، رحله على ضفاف التاريخ. بس هل فعلا الناس الموجودين هنا في كرغيزستان هم الترك اللي تركوا من وراء السد؟ يعني هم من يأجوج ومأجوج، لأن بينطبق عليهم الوصف أنهم عراض الوجوه وصغار العيون؟ الله أعلم. ودي كانت حلقة جديدة مع الخيميائي عن رحلة سلام الترجمان إلى سد يأجوج ومأجوج أو إلى ردم ذو القرنين، وأشوفكم في حكاية جديدة. سلام. سلام.